يا جماعة أنا قعدت يومين جوه لجنة التعليم بحاول أفهم إيه هي البكالوريا، والله ما فهمت حاجة. سيادة الرئيس ما حصلش إن الحكومة ادتنا أي برزنتيشن عن إيه هي البكالوريا، ما هذه البكالوريا، ما فهمتش حاجة. لما سألنا عن مدى جاهزية الأرض، أنا همشي للآخر إنه البكالوريا دي أعظم اختراع في التاريخ، مع إني على اعتراض شديد بإنه كل 5 سنين نؤتي بنظام جديد مربوط بوزير. ذنب الطلبة إيه؟ ذنب أولياء الأمور إيه؟ كل الأنظمة اللي فاتت عظيمة، ما بنلحقش ناخد نتائجها، إحنا ما بنلحقش نشوف من نجح ومن فشل. إحنا عمالين نغير وإهدار شديد في الموارد بدون ما ندي فرصة للمنهج نجح أو فشل، ما بنلحقش. الأولاد عمالة تتخبط ما بين برنامج لبرنامج ومعاهم أولياء الأمور. إذا كانت البكالوريا نظام اختياري فلما العجلة؟ أنا الحكومة فكرتني بالتلميذ اللي قرر يذاكر ساعتين قبل الامتحان وعايز ينجح، هو هينجح. سيادة الرئيس، لا الأرض مجهزة ولا حلينا مشكلة كثافة الفصول واحنا عمالين نعيد. أنا مش شايفة فيه فرق أو فيه ليميت إن احنا نقعد نحاسب كلنا نخش طب وصيدلة. مش ده الهدف من التعليم. الهدف إن يبقى فيه تكامل ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. بناء عليه سيادة الرئيس، احنا ما كانش عندنا أنظمة دولية لما خرج من عندنا زويل، كان عندنا الثانوية العامة. أنا أفتخر إني خريجة الثانوية العامة ومن أوائل دفعتي ومن أوائل كليتي، ودرست في النظام الدولي ومن أوائل هذا النظام. المشكلة مش في الطالب ولا في النظام، المشكلة إن الأرض ما بقتش مجهزة، المشكلة إن ما بقاش في معلم يتصرف عليه كويس، المشكلة إنه بقى في كثافة مش قادرين نحدها. وهم إن إحنا حلينا كثافة الفصول ده مش حقيقي. المدرسين مش موجودين، رفعنا نسبة الدين 70% واحنا ما عندناش مدرس دين. طلبنا حصر، انتوا عايزين كام مدرس؟ ما كانش فيه رد. يا فندم الحكومة مش جاهزة لتطبيق هذا القانون. قانون جميل والفكرة رائعة، الأرض غير مجهزة، أرفض هذا القانون. شكرا.